الملك محمد السادس نصره الله وإياده الرامي إلى تعزيز الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لترسيخ التنمية الترابية وتحقيق العدالة المجالية. كما تأتي هذه الدورة في ظرفية تتسم بإطلاق ورش مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بمنظومة اللامركزية الترابية وتعزيز نجاعة الجهات، وذلك من خلال مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بتوزيع وتدقيق الاختصاصات عبر مراجعة الاختصاصات الذاتية للجهة وإضافة 3 اختصاصات جديدة ذات بعد اقتصادي تهم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية وإعداد وتنفيذ المخطط المديري للتنمية الرقمية وإحداث وتدبير المجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والمساهمة في تعبئة العقار اللازم لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية للجهة. هذا فضلا عن الرفع من الاختصاصات المشتركة من 23 اختصاص إلى 30 اختصاص. وقد عرفت مراجعة القانون التنظيمي كذلك تقوية القدرات المالية للجهة من خلال الرفع من سقف الاعتمادات المرصوده بميزانياتها بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنه الماليه المقبله، وهو ما سيمكن الجهات من تعزيز قدراتها التمويليه واستقلاليتها الماليه وضمان مساهمتها الفعليه والمنتظمه في تمويل وتنفيذ البرامج النمويه. كما حرص التعديل التشريعي على ارساء اليات اكثر نجاعه لتنفيذ المشاريع، وفي مقدمتها تحويل الوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع الى الشركه الجهويه لتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع التوجه الوطني الرامي الى تعديل اليه التدبير العمومي وتعزيز الحكامه الترابيه. وياتي هذا التحول لتمكين الجهات من اطار المؤسسات اكثر مرونه وفعاليه في انجاز وتتبع المشاريع الاستثماريه والتنمويه، قادر على استقطاب الكفاءات وتعبئه الموارد ووفاء البرامج والشراكات وتسريع وتيره الانجاز مع ضمان اعلى مستويات النجاح والشفافيه والمسؤوليه بالمحاسبه. ومن شان هذه الاليه الجديده ان تعزز التكامل بين مختلف المتدخلين وترفع من جوده تنفيذ مشاريع بما يضمن تحقيق الاثر النووي المنشود والاستجابه لانتظار الساكنين. حضر السيدات والسادة، لقد أصبحت الجهة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاطلاع بأدوارها الاستراتيجية، ليس فقط باعتبارها جماعة ترابية، وإنما باعتبارها فاعلا أساسيا في تنسيق السياسات العمومية الترابية وشريكا رئيسيا للدولة في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وذلك من خلال تفعيل البرامج والمشاريع المعتمدة في التصميم الجهوي لإعداد التراث والأوساط 2021-2045 وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 إلى جانب الانخراط الفعلي في تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة بجهاتها. وفي هذا الإطار تكتسي برامج التنمية الترابية المندمجة أهمية استراتيجية باعتبارها تجسيد التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025 وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 اللذين دعا بمناسبتهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة وتوحيد شهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات الأثر الملموس نابع من الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكن. وقد ورد في نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده للمشاركين في إشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن
والحكومات المحلية المتحدة المنعقدة بمدينة طنجة بتاريخ 22 يونيو 2026 مايو. وتكريسا لهذا التوجه أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي من خلال الانطلاق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن، ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي وتحسين ظروف العيش الكريم. ولا تكمن أهمية هذه البرامج في حجم المشاريع التي تحملها فحسب، بل في المنهجية التي تؤسسها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاح في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. انتهى منطوق الرسالة المدنية السابقة. وتقوم هذه البرامج كما هو معلوم على 4 محاور استراتيجية تتمثل في تنمية التشغيل عبر تطوير المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية التعليم والتكوين والصحة واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية وإطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى، وهو ما يجعل من انخراط مجلس الجهة في تنزيل هذه البرامج مسؤولية مؤسساتية تستوجب تعبئة مختلف الإمكانيات وتوجيه التدخلات نحو تحقيق أهدافها وفق مقاربة قائمة على الارتقاء والنجاعة والأثر التنموي. حضرات السيدات والسادة، إن نجاح الرشد الجهوي المتقدمة يظل رهينا باحترام المبادئ التي جاء بها الدستور والقوانين الضمنية للجماعة الترابية، وفي مقدمتها وضوح توزيع الاختصاصات بين مختلف مستويات التدبير الترابي بما يضمن التكامل والتنسيق ويجنب تداخل الادوار والمسؤوليات. فالجهه تضطرب باختصاصات استراتيجيه ذات بعد جهوي، في حين تتولى المجالس التعليميه باختصاصات التنميه الاجتماعيه خاصه على المستوى القروي. اما الجامعات الحضريه والقرويه فتضطرب بتوفير خدمات القرب وتحسين جوده المرافق المحليه. ومن ثم فإن الحرص على توجيه تدخلات مجلس الجهة نحو المشاريع المهيكلة ذات الأثر الجهوي وتفادي تحمل أعباء تدخلات تدخل في صميم اختصاصات جماعة ترابية أخرى من شأنه أن يضمن حسن استثمار الموارد المالية للجهة ويرفع من مردودية تدخلاتها ويعزز قدرتها في تمويل المشاريع الكبرى التي تستجيب لانتظارات ساكنة الجهة. كما أن إبرام الاتفاقيات ينبغي أن يستحضر هذا التوجه حتى تظل الإمكانيات المالية للجهة موجهة حصرا نحو المشاريع ذات البعد الجهوي في مجالات الاستثمار المنتج والتشغيل والرقمنة والتنمية الاجتماعية المستدامة. كما ينبغي أن تنسجم هذه الاتفاقيات مع التوجهات الكبرى لبرامج التنمية الترابية المندمجة باعتبارها بوصلة لتحديد أولويات التنمية المعبر عنها من طرف ساكنة الجهة. حضرات السيدات والسادة، إننا جميعا مدعوون إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون خدمة للمصلحة العامة واستحضارا للرهانات الكبرى التي تواجه جهتنا، بما يجعل من مجلس الجهة فاعلا استراتيجيا في قيادة التنمية الترابية وتحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة بين مختلف أقاليم الجهة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لأشغال هذه الدورة كامل التوفيق والنجاح، وأن تكمل لنا مداولاتها ومقرراتها بما يخدم مصالح ساكنة جهة بلاد الرفرة ويساهم في تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالجهة المتقدمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، وأقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الرشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.